ليس رجما بالغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله، ولكنها توقعات وضعت وفقا لاقتصاد هذه الدول وموقفها بالنسبة للعالم والدول الكبرى. 10 دول ستنهار إذا وقعت حرب عالمية ثالثة. ما يسمى إسرائيل. إذا بدأت الحرب العالمية الثالثة، ربما تكون هذه الدولة من أول الدول التي ستنهار، وذلك لفقرها نسبيا للموارد الطبيعية، حيث أنها تعتمد على واردات النفط والغذاء والمواد الخام في الصناعة، وتنافس على تأمين مصادر موثوقة للمياه إلى سكانها، وحتى السنوات الماضية كانت على حافة الدمار، وتعتمد بشكل أساسي على المساعدات الأمريكية الخارجية، ومن المحتمل أن تتوقف عن هذه المساعدات إذا بدأت الحرب العالمية الثالثة. ما يسمى إسرائيل. هذا النظام الصغير لن يكون قادراً على الوقوف أمام الواقع السياسي القاسي إذا وقعت حرب عالمية ثالثة، وخاصة أنها تقع ضمن منطقة الشرق الأوسط بجانب الكثير من الدول المعادية لها والتي خاضت معها حروباً سابقة، وتشمل مصر التي خاضت 5 حروب معها، والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين التي لا زالت تعاني من الحروب معها إلى الآن. هذه العوامل تضعف فرص النجاة لهذه الدولة الصهيونية. روسيا. إذا بدأت الحرب العالمية الثالثة، فسيكون الاتحاد السوفيتي أول المقاتلين فيها، وفي الوقت الراهن تخوض روسيا حروبا كثيرة في سوريا، فهذه الصراعات يمكن أن تجبر روسيا على الدخول في حرب ضد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وتعتبر روسيا أكبر تهديد للولايات المتحدة، وهي الدولة الوحيدة التي يمكنها تدمير الجيش الأمريكي بسبب امتلاكها للأسلحة النووية الحديثة، وخاصة نظام بيريمتر، أو كما يطلق عليه الصحافة الغربية اسم اليد الميتة. هذا النظام فتاك جدا، وهدفه توجيه ضربة نووية مضادة في حال تعرضت روسيا لهجوم شامل. إذا استخدمت روسيا هذا السلاح، فسيجعلها أول المستهدفين من الدول المعادية، وستقوم حرب نووية في العالم أجمع. فهذا النظام يمكنه إطلاق الصواريخ من البر والبحر، وقوته قادرة على إنهاء العالم. المملكة المتحدة. تعتبر المملكة المتحدة أكثر قوة بفضل تحالفها مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ولكن هذا لا يجعلها من الدول الآمنة والتي لن تتورط في حروب، فالمملكة المتحدة تعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء من الخارج، الأمر الذي سيوقف شحنات المواد الغذائية القادمة من الخارج إذا بدأت الحروب من حولها. وهذا يعني أن سكانها سيواجهون خطر الموت جوعاً، وتواجه الدولة خطر الانهيار. الصين. الصين لديها أكبر الممرات الملاحية في العالم، مما يجعلها هدفاً رئيسياً للاعتداءات البرمائية والضربات الجوية، وحتى أنها قد تكون معرضة للهجوم النووي. يعتمد الجيش الصيني على مشروع وطني ضخم، والذي يمكنه أن يزيد من الناحية النظرية للجيش ويضاعف عدده إلى 7 ملايين جندي. حتى بدون بدء الصراعات العالمية، فلا تزال الصين في خطر نفاذ المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2030، ومشكلة التلوث الضخم في الصين، فهذه مشاكل كبيرة بالنسبة لعدد السكان الهائل لهذه الدولة العظمى، وتحتاج لتدخل ورعاية منتظمة للحكومة الصينية. وبذلك إذا ضعفت الحكومة الصينية أو دمرت خلال الصراع العالمي، فسوف تواجه الدولة تحد كبير مع هذه المشاكل، وتدخل أيضا في خطر الانهيار. الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة معرضة في أي وقت لضربة نووية مفاجئة. في حال وقوع حرب عالمية ثالثة، فإن أعداء الولايات المتحدة سوف يوجهون ضربة نووية لها لحماية بلادهم من الإبادة النووية. يعتقد معظم سكان الولايات المتحدة أن بلادهم آمنة في حال حدوث حرب عالمية ثالثة، ولكنها لن تكون كذلك، فهي أكبر الدول المهددة في العالم، وأيضا لأن هناك العشرات من مستودعات الصواريخ في منطقتها التي من شأنها أن تحدث ضررا كبيرا للدولة من الضربة النووية الأولى. فإذا دخلت الولايات المتحدة حربا نووية أو حتى حربا تقليدية، فستواجه الدولة تحد كبير مع المناطق التي لا يوجد بها مصادر محلية من طعام أو ماء، كمنطقة جنوب كاليفورنيا التي يوجد بها عصابات عنيفة في المكسيك في الجنوب. فإذا كسر النظام والقانون خلال الصراع العالمي، فمن المرجح أن تسيطر هذه العصابات على المنطقة. ألمانيا. تلتزم ألمانيا باتفاقيات الدفاع المشترك في حلف الناتو، وهذا يعني أنه حتى إذا دخلت دولة صغيرة في حرب، فستدخل ألمانيا للدفاع عن هذه الدولة، وستشارك في حلف شمال الأطلسي.
فإذا بدأت الحرب العالمية الثالثة أو أي حرب بين القوى الغربية وروسيا وحلفائها، فستكون ألمانيا في الصفوف الأمامية للخوض في هذا الصراع. كوريا الجنوبية. دعمت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية في الحرب الكورية سنة 1950، ولديها الآن ما يقرب من 28 ألف جندي أمريكي متمركزين في كوريا الجنوبية. ولكن إذا بدأت الحرب العالمية الثالثة، من المحتمل أن تسحب الولايات المتحدة جنودها من هناك، مما يعطي كوريا الجنوبية فرصة لشن هجوم على كوريا الجنوبية، بينما تكون الولايات المتحدة مشغولة بالحرب. بدون الولايات المتحدة سيكون الجيش الكوري الجنوبي أضعف وأقل عدداً، مما سيتسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق، وبالتالي انهيار الدولة. ولكن حتى إن لم تقم حرب بين البلدين، فإن هذه الجزيرة الصغيرة نفسها معرضة للتخريب إذا بدأت أي صراعات عالمية. ليبيريا. في عام 2010 صنفت ليبيريا باعتبارها الدولة الأكثر اعتماداً على المساعدات الخارجية في العالم بأسره، وهذا يعني أنها من دون مساعدات خارجية لا يمكن أن تبقى، وستنهار الدولة في وقت قصير جداً. تعتبر الولايات المتحدة أكبر ممول لليبيريا، حيث تقدم لها 450 مليون دولار كل عام، ومن المحتمل أنه في حال وقوع حرب عالمية ثالثة فإن الولايات المتحدة سيكون لديها مشاكل أكبر لمعالجتها، وستوقف الدعم المالي لهذه الدولة، وستواجه ليبيريا مجاعة كبيرة. جزر سليمان. تقع جزر سليمان وراء ليبيريا، وهي أيضاً ثاني أكبر الدول التي تعتمد على المساعدات الخارجية، وفي حال وقوع أي صراع عالمي فستتوقف أيضاً هذه المساعدات، وستواجه الدولة خطر الانهيار والمجاعة الشديدة. المملكة العربية السعودية. احتياطات النفط الهائلة في المملكة العربية السعودية تجعلها من أولى الدول المستهدفة للغزو، فإذا بدأت الحرب العالمية الثالثة سيقل الوقود ويصبح نادراً، وبذلك فإن القوى الكبرى من الدول ستحاول غزو المملكة العربية السعودية من أجل السيطرة على احتياطاتها النفطية الهائلة. المملكة السعودية لديها قوة عسكرية صغيرة نسبياً، وهي معتمدة على تحالفاتها لإبقائها آمنة، وهذا الشيء للأسف يضع المملكة العربية السعودية في موقع ضعيف إذا بدأت الحرب العالمية الثالثة. ولكن السعودية ليست أكثر استقراراً أيضاً، وهي في احتمال الانهيار إذا وقعت أي صراعات عالمية، لأنها تعتمد على الواردات من المواد الغذائية والمياه والمنتجات الاستهلاكية والسلع الصناعية، وهو ما يعني أن هذه الموارد الحيوية والأساسية ستكون في حالة نقص إذا بدأت الحروب، مما يؤدي إلى الاضطرابات للسكان ومواجهة مجاعة كبيرة. وفي الأخير، اللهم احفظ بلادنا العربية والإسلامية من كل شر. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب به والتعليق برأيك في هذه التوقعات، وللمزيد اشترك بالقناة ليصلك كل جديد.